السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر محمود السيد مدرس اللغة الإنجليزية، والنهاردة جايين نشرح جرامر يونت 3 عندك في المنهج، واللي هو الخاص بالفيوتشر سيمبل سواء في الأكتف أو الباسيف. عايزك تصحصح معايا كده وتجهز كوباية الشاي ورقة وقلم وتبتدي تكتب ورايا النوتس. هو الدرس بسيط قوي، مش هياخد مننا وقت ولا شرح كتير، وهنطبق عليه حبة حلوين كمان. طيب جاهز؟ يلا بينا. بص يا شباب، درس النهارده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حاجه اسمها future simple. طب ايه هو الفيوتشر ده؟ future ده يعني مستقبل. طيب يعني حاجه لسه هتحصل، حاجه لسه ما حصلتش. طيب الدرس عندك في حالتين بس، اكتف وباسيف. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ اكتف ده عكس الباسيف. اكتف يعني معلوم، مبني للمعلوم، انما باسيف مبني للمجهول. يعني مثلا محمد هيقفل الباب، الباب هيتقفل، ما معرفش مين اللي هيقفله. محمد هياكل التفاحه، التفاحه هتتاكل، هكذا. يعني انا مثلا دلوقتي لما اجي اقول لك we start with subject وبعدها will وبعدها الفيرب infinitive، ده كده الاكتف اللي هو الطبيعي العادي جدا. يعني لما اقول لك مثلا ريان will eat، سوف ياكل an apple، او مثلا the pizza. تعال نفصص الجمله كده واحده واحده مع بعض. ريان ده في محل ايه؟ subject. يعني ايه subject؟ يعني فاعل بالبلدي كده. طب will eat ده كده الايه؟ الفيرب. يعني ايه الفيرب؟ الفعل اللي هو هيقوم بيه، ان هو هياكل. طب هياكل ايه؟ البيتزا. يبقى البيتزا دي كده في محل حاجه اسمها object. object يعني ايه؟ يعني مفعول. فصصنا الجمله بتاعتنا دي اكتف مبني المعلوم، يعني عارفين مين اللي عمل الحاجه. طب انا هنا في حاله الباسيف ايه؟ المجهول، يعني انا ما اعرفش مين اللي عمل الحاجه دي. ببدا ايه؟ ببدا بالاوبجكت وبعدين will be وبعدين البي بي، بس كده. يعني هو مثلا ريان will eat the pizza، ريان هياكل البيتزا. هبدا بمين؟ بالاوبجكت. الاوبجكت اللي هو مين؟ المفعول. طب المفعول هنا مين؟ the pizza، يبقى the pizza will be، سوف تكون البي بي بتاعها اللي هو البي بي بتاع eat ايه؟ eaten. will be eaten يعني سوف تؤكل. لو طلب منك عايز يعرف بواسطة مين، يعني دي أصلا المفروض مش الطبيعي بتاعها، بس لو طلبها قول له باي، بواسطة ريان. طيب هو ده الدرس الجرامر. حسيت بحاجة؟ على طول كده يا باشا. بص بقى، ركز في الأمثلة دي. لو جيت قلت لك مثلا رؤى will drive the car، يبقى هبدأ بمين؟ ها؟ the car. the car العربية هتسوق ولا هتتساق؟ هتتساق. the car will be driven by رؤى. تمام؟ طيب تعالى بقى كده نحل على الدرس ده. انت مشكلتك بس الوحيده، خلي بالك، انت مشكلتك الوحيده انك تعرف تميز الجمله هي دي اكتف ولا باسيف. لو انا بادئ بالفاعل يبقى انا كده هبدا بايه؟ احط الويل وانفينيتيف. ويل ايت، ويل وبعدها مصدر على طول. انفينيتيف يعني مصدر بدون اضافات. لو انا بادئ بالمفعول يبقى انا هحط ايه؟ ويل بي وبعدها البي بي. وسامعك يا اللي بتقول لي ان دايما هتبقى سهله، ببدا دايما بشخص يبقى ده كده اكتف، ببدا دايما بحاجه مثلا غير عاقل زي البيتزا يبقى ده كده مفعول. لا، هو انت ما تعرفش ان ممكن الانسان يجي في حاله المفعول ازاي. يعني يا مستر، يعني بص المثال ده، اجي اقول لك ساره the medicine by the doctor. ساره will give ولا will be given؟ سارة ستعطي العلاج بواسطة الدكتور ولا سارة سيتم إعطائها؟ سيتم إعطائها العلاج بواسطة الدكتور. وفي الحالة دي هي شخص ولكن في محل مفعول، لأن هي اللي هيقع عليها الحدث. will be given the medicine by the doctor. طيب دلوقتي جه ميعاد الحل، يلا بينا يا شباب. بص يا صديقي،
يقول لك the problem يعني مشكله by the engineer، مشكله هتحل المهندس ولا هتحل؟ سيتم حلها يبقى will be served. المفروض solved يعني المفروض دي solved بس تمام يعني will be solved. all students كل الطلاب to the event، كل الطلاب سيدعوا للمناسبة ولا سيتم دعوتهم؟ سيتم دعوتهم يبقى will be invited. طيب نخش على السؤال اللي بعده. the room be cleaned my sister، يعني الأوضة هتنظف أختي ولا هتنظف من أختي؟ هتنظف will be cleaned by my sister. lunch will be at 1 p.m. الغدا هيقدم الساعة 1 ولا هيتقدم يبقى will be served. اللي بعده a new hospital، مستشفى جديدة in our city في مدينتنا next year السنة الجاية. المستشفى دي هتبني ولا هتتبني will be built. فانت خلي بالك بقى، هياكل ولا هيتاكل؟ هينظف ولا هيتنظف؟ هيبني ولا هيتبني؟ هكذا يعني. ف the manager المدير the results، هنا المدير وعندي الفعل اعلان او يعلن. المدير هيعلن عن النتائج results يعني نتائج of the competition tomorrow بتاعت المسابقة بكرة، ولا المدير هيتم اعلانه بكرة؟ لا، هو تمشي الاثنين، بس هنا عندك مفعول، عندك الريزلتس النتائج، يبقى المدير هو اللي هيعلن. هنا الفعل يبقى the manager will announce، لان هنا ده في محل فعل يبقى دي active. the tickets for the concert يعني التذاكر للحفلة sold online starting next week، هتبيع ولا هتباع؟ هتتباع يبقى will be، وادي البي بي sold هو كاتبه لك. the company الشركة it's a new smartphone next month. ركز بقى، هنا شركة يعني المفروض تبقى مفعول، لا مش شرط. الشركة هنا هي اللي هتطلق التليفون الجديد بتاعها، يبقى will launch، هي اللي هتطلق will launch. اللي بعده the winner of the prize يعني كسبان الجايزة هيختار بواسطة الحكام ولا هيتم اختياره will be chosen. انا بوعدك انا الايميل بمجرد ما اروح المكتب انا هبعت ولا هتبعت؟ انا هبعت الايميل، انا هنا الفاعل. all the classrooms يعني كل الفصول هتنظف ولا هيتم تنظيفها will be cleaned. the students الطلاب هياخدوا امتحانهم يوم الاثنين صباحا، الطلاب هم اللي هيمتحنوا يبقى will take. a new law about recycling يعني قانون جديد بشأن إعادة التصنيع، هيجتاز أو هيجيز ولا هيتم اجتيازه؟ يعني هيتم مثلا اعتماده will be passed، يعني القانون ده مش شخص، مش هو اللي هيعمل الحاجة. my brother me to the airport أخويا هيوصلني، هو اللي هيوصل يبقى will be driven me، لا will drive me هيوصلني. the exam papers ورق الامتحان will be checked هيتصحح، لأن الورق الامتحان ده مش فاعل. اللي بعده our essays يعني المقالات بتاعتنا will be returned هيتم استرجاعها. we will احنا سوف use نستخدم، لأن احنا هنا فاعل. the homework will be corrected سيتم تصحيحه. father his car tomorrow أبويا هيتصلح ولا هيصلح يبقى will fix سوف يصلح. طيب تعال نشوف هنا الميستيك، الامتحان هيصحح ولا هيتصحح يبقى will be corrected، لازم be هنا. letter will be send، لا يا حبيبي البي بي بتاع send المفروض يبقى send. التقرير will be preparing، لا will be prepared سوف يتم تجهيزه. الباكج will be delivered، لا will be delivered. العلماء will be published، لا will publish هم سوف ينشرون، لأن العلماء هنا فاعل. خلاص يا صديقي اتدربنا على كل حاجة، تعال نعمل rewrite. the government will build a new school الحكومة سوف تبني مدرسة جديدة. a new school مدرسة جديدة will be built سوف يتم بنائها next year مثلا. the company will launch a new product يبقى a new product منتج جديد will be launched سوف يتم إطلاقه. آخر سؤال هنا the project will be finished by them يبقى المشروع ده سيتم الانتهاء منه بواسطتهم، يبقى هم يعني هنا بدأها وأعملها بس فأنا عايز أخليها بس active بقى، يبقى they will finish the project هم هيخلصوا المشروع. درس يعني بسيط خالص تمام، أتمنى إنك تكون سمعته للآخر، أتمنى إنك تكون استفدت بكل معلومة أنا قلتها. درس كده بسيط، ده جرامر يونت 3 كله ما فيهوش أي حاجة، الدرس بسيط شرحناه
وطبقنا عليه في وقت قصير جدا، ووريتك ازاي بنحله في التشوز وازاي في الكومبليت، ازاي بنفايند ذا ميستيك، ازاي نطلع الغلطه وازاي نحله ريرايت كمان. سعدت جدا بالفيديو ده معاكم. حاولت ان انا بقدر المستطاع ان انا اكون بنجز اوصل لك يونت كامل الجرامر بتاعه في وقت اقصر وقت ممكن، واتمنى تكون استفدت. لو عجبك الفيديو يعني دوس لايك كده، شير، سبسكرايب، كومنت بقى كده وظبطني، وابتدي شيره لاصحابك. خلاص يا صديقي، واشوفكم على خير. كان معاكم مستر محمود السيد. باي باي.